السلام عليكم. انا دلوقتي عند رايس لبليدو في غرب لندن. هنشوف ايه رايس لبليدو ده دلوقتي. هو عشان الواحد يجي بياخد المتروبوليتان لاين او البيكاديلي لاين لحد محطة رايس، وبعد كده بيركب اتوبيس 133 او اتوبيس اتش 13، وبيروح بعد كده على رايس لبليدو. رايس لبليدو ده بقى عبارة عن هنشوف دلوقتي ان شاء الله. زي ما احنا شايفين في منطقة العاب زي جيم مفتوح، وده بدايته. الدخول ببلاش، مكتوب اهو اوت دور جيم، الدخول هنا ببلاش. مفتوح، مفروض ان هو طول السنة. في اماكن يعني اعتقد انه مفتوح 24 ساعة، لكن في اماكن زي الكافيتريات زي القطر دول مفتوحين في مواعيد مختلفة. يعني في شهر اغسطس كانوا مفتوحين من 9 ل 9، وكل طول السنة بيكتبوا فتح 9، لكن مواعيد القفل بتاعته بتختلف. احنا دلوقتي في شهر سبتمبر بيقفل الساعة 7، اما في شهر اغسطس الشهر اللي فات كان بيقفل الساعة 9، الشهر الجاي هيقفل الساعة 5، بقية الشهور بعد كده اعتقد بيقفل في الاغلب الساعة 4. هنكمل دلوقتي نشوف احنا جايين نتفرج على ايه في رايس لبليدو. اللي من انجلترا او من لندن عارفين ان الليدو دي مؤسسة او اسم الجهة بتعمل حمامات سباحة في احياء كتيرة. رايس لبليدو احنا في غرب لندن. عملوا ايه بقى، او هم ماسكين ايه دلوقتي؟ الرايس لبليدو ده عبارة عن منطقة بحر، وده البحر الوحيد اللي موجود في لندن. لما اقول ان انا في لندن حد هيقول لي هو لندن فيها بحر؟ ده بحر ليك برايتون مثلا لكن لا، هو ده بحر، او نقدر نقول بحيرة صناعية موجودة اهي. ده برضو مدخل تاني اهو، انا صورت المدخل من هناك، مكتوب هنا يمكن اوضح شوية رايس لبليدو، وفي خريطة له. عبارة عن ان هو عملوا فيه بحيرة صناعية حوالي سنة 2010، اللي هي دي هي ممنوع فيها ماشي العوم. قايلين المية فيها تلوث، ان الارض ممكن تبقى المية تبقى عميقة، ان فيها حاجات زي طوب او حاجات تحت مش سهل فيها. شايفين البط، شايفين المنظر عامل ازاي؟ انا في لندن، انا جوه لندن، مش على بلد على البحر. انا كنت هنا من سنة، كان في ناس كتير بيعوموا، رغم المفروض ان العوم مش مسموح يعني، لكن هي معمول لها شط رملة هناك زي ما شايفين، وبيطلع عليه رايس لبليدو بيتش، يعني شاطئ الرايس لب. المنظر رائع. في قطر هناك بيمشي بعد كده وبيلف المكان ده كله، بيمشي في نص الغابات اللي احنا شايفينها هناك دي كده، بيبتدي من الناحيه دي محطته اللي هناك دي، يبتدي يمشي 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 يروح لحد يرجع اخره عند الناحيه اللي انا جاي منها دي تقريبا، او بعدها بشويه. طبعا هو اللي انا لاحظته ان معظم الناس هنا في انجلترا 99% من اللي في لندن حتى ما يعرفوش عنه. انا بقول هو معمول من 2010 مش من قبل كده يعني. العرب تقريبا خصوصا المصريين ما يعرفوش عنه حاجه، يعني لو انا مش غلطان يعني الناس ما بتعرفش عنه حاجه، رغم ان هو الدخول فيه ببلاش، يعني كل حاجه هنا فيه ببلاش، وفيه اسمه ايه ده منظار اهو كمان، ورايس لبليدو، وقايلين انواع اعتقد الطيور او كده اللي بتبلبط جوه هنا. مكان ممتع، مكان حلو جدا. انا دي تاني مره اجيله يعني، ومساحته كبيره كميه، مريحه للاعصاب، قاعده هاديه. يعني نتفرج، نمشي جنبه نشوف. في العاب هناك غير الجيم ده، في العاب للاطفال فيها زي مركب قراصنه ومراكب تانية، مراجيح تقريبا. في مراجيح هناك، هنا شايف اطفال بيتمرجحوا فيها على اليمين دي تحت الشجر. شايفين المنظر عامل ازاي؟ انا جوه لندن، في منطقه في زون 6، يعني مش حتى مش خارج مناطق الزون اللي يعرف لندن.
يعني تيجي عادي فيه بالاويستر كارد بالاشتراك، مش بتقطع تذكرة قطر يعني. طبعا شكل المية مش انضف حاجة، لكن القعاد قدام المية قدام البحيرة، الفرجة على البط، يعني هي دي نقول انها بحيرة يعني مش بحر. شايفين المنظر بالغابات اللي هناك، وممكن تمشي تتمشى جنبها، يعني مش لازم القطر. لو القطر شغال النهارده ان شاء الله اركبه واسجل فيه فيديو تاني. بس خلينا نكمل الفرجة لحد ما اوصل لحد هناك ان شاء الله. اعتقد ده المكان الوحيد اللي في لندن اللي فيه هذه الكمية من المية مع الشجر ده في نفس الوقت. انا داخل الغابة عشان عندي الكوبري الخشب اللي هناك. طبعا ده الطريق، الناس بتيجي بعربيات، معرفش العربيات مسموحة هنا ولا لأ. اعتقد في باركنج عربيات، ولا دي عربيات للشغل يعني، بس الناس اللي بيعملوا النظافة الصيانة. انا حقيقي مش فاكر شفت قبل كده عربيات ولا لا. نكمل كده ونشوف المنزل لحد ما نصور من زاوية تانية. Go to the end, darling, and there's a little slip. وفي ناس شكلهم خلصوا لنا الصبح. انا بحاول بس ما يطلعش دايما الناس في التصوير. كده مقرب على الشط نفسه او الرملة. في عربية جاية ورايا، كده عربيات مسموحة، انا مش عارف ولا دي عربية حد من اللي بيشتغلوا هنا. ادي الشط، شايفين المراجيح هناك تحت المراكب. الإضاءة هي ضعيفة شوية. منظر من هنا بقى بانوراما رائعة. مش شايفين في مراجيح من هنا، مش عايز اقرب للناس ما يطلعوش في الصورة. في مراجيح هنا كده، الضوء هنا احسن شوية. واذا كان ان شاء الله القطر شغال نركب القطر ونصور. دي بجعة هناك اهي، دي المركب بتاعت القراصنة اهي. وانا كنت جاي من هناك كده. ارجو ان انا اكون قلت لكم معلومات مفيدة، والى فيديوهات تانية ان شاء الله. السلام عليكم.